إنه شخص واحد يعمل كل حاجة no way. أنا عشان الproject أصلًا يتم أنا عندي كذا إدارة لازم يشتغلوا فيه، بدايةً من project manager، designers، site engineer، اللي ماسك المشتريات، الحسابات، وبعد كل ده عندي العمالة. no way إن شخص واحد يقدر يعمل كل ده، مستحيل. إزاي بقى أضمن الcoordination الصح؟ إنه الproject manager يبقى فاهم الclient، يقدر يوصّل المعلومة دي للdesigner، then بعد كده نقدر نوصّل المعلومة دي للsite engineer، ومن هنا نبدأ بقى نشوف الsite engineer يشوف العمالة، الحسابات نرجع لها تاني في المشتريات والحاجات دي كلّها. يعني مثلًا الproject manager هيقدر يوصّل للdesigner المعلومات اللي هو محتاجها، عشان أنا برضه مش عايزة overload الناس بحاجة ما لهاش لازمة فيتلخبطوا، ونفس الحكاية مع الsite engineer، ونفس الموضوع مع الclient. يعني في الآخر أنا هاوصّل كل ده للclient. يعني for example ما ينفعش يبقى في مشكلة on site which happens عادي، حاجات مفاجأة، وأرجع على طول للclient أقول له إحنا عندنا مشكلة. لأ خالص، أنا المفروض أرجع للsite engineer. لو الموضوع تطرق إن إحنا محتاجين رسومات، محتاجين صور، هارجع للdesigner، هارجع للproject manager. once إن أنا عندي كذا حل أو إن شاء الله حتى حل واحد، أرجع تاني بقى للclient أقول له إحنا ظهرت لنا المشكلة الفلانية، حليناها بالطريقة دي. الأهم بقى من الcoordination الorganizational structure، بمعنى إنه أنا عندي designer team، project managers team، site engineer team، لازم يبقى كل واحد عارف هيرجع لمين once إن يحصل مشكلة، أو إن هو بس عايز RFI يعني بس مش أكتر. فلازم يبقى كل واحد عارف أنا هارجع لمين عشان أسأله على الحاجة دي عشان أحل المشكلة دي. ما ينفعش إن أنا حد يتخطى حد واللي في النُص مش عارف، ده هيخلق مشاكل كتير جدًا. لو كل coordination process دي اتعملت بالdesign اللي إحنا خلقناه مضبوط، ووصلنا لحد دور العميل والclient برضه عمل دوره بشكل مضبوط، هنضمن إن الproject ده هيطلع perfect.